بناء على اللي انا شفته واللي انا عاصرته من بشر كتير جدا ومن ناس كتيره جدا، سواء كان اتعلمت منهم او اتعاملت معاهم او اشتغلت معاهم. لقيت ان اهم سبب لفشل اي مشروع او فشل اي حاجه عامه هي الكوميونيكيشن، التواصل. والتواصل هو من اهم الحاجات اللي ممكن تكون عامل اساسي في نجاح او فشل مشروعك. هتكلم من كذا شق. اول حاجه، لو قلت ان انا هشارك حد عشان نفتح مع بعض مشروع، المشاركه دي لازم تكون مع شخص اولا انتوا الاتنين دماغكم زي بعض، تعرفوا تتخانقوا مع بعض، فاهمين بعض اكتر من بعض، اكتر ما يكون كل طرف فاهم التاني. ولازم تكون كاتب كل حاجة انتوا متفقين عليها في كل السيناريوز وفي كل المشاكل والاخطاء. والعقل البشري والفطرة الانسانية خلقت بشكل كده ان هي بتنسى، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. فانت كانسان او الانسان اللي قدامك هيفضل على طول بينسى. طيب لو جينا قلنا ان احنا هنشتغل في شركة والشركة دي هنكبرها وهنشتغل بيها بطريقة او اخرى، لازم يكون كل حاجة ديكومنتد وماشية على الحرف، وما يبقاش في حد يتعدى التاني في اي حاجة. كل واحد يشتغل بالرول بتاعته، كل واحد يشتغل بالوظيفة بتاعته. ما يبقاش في اي نوع من انواع ان احنا بنهندل بعض او بنساعد بعض او ايا كان. اه، في تيم ورك وفي روح حلوه وكل حاجه، بس لازم تكون كل حاجه ماشيه اون تراك وسيستماتيك. وده سبب مثلا ان النادي الاهلي، حجم الفريق اللي موجود من النادي الاهلي، وتلاقي ان اكتر حاجه متصدره في الاعلام هي الكوميونيكيشن. ولما تلاقي بيراميدز بيكسب، هتلاقي ان اوضه اللبس بتاعت بيراميدز اعلى بكتير من اوضه لبس الاهلي، ومتفاهمين مع بعض ويعرفوا يتخانقوا مع بعض ويعرفوا يتكلموا مع بعض. الامور ما بتطلعش على صوره واضحه. الزمالك اداؤه اختلف تماما لما اوضه اللبس بقت كويسه. اذا فلما تيجي تبص على الموضوع كده، هتلاقي ان انت بتبص على كوميونيكيشن. اي مشروع ناجح، اي علاقه ناجحه، اي حاجه ناجحه في حياتك، هي هتكون اساسها التواصل. تعرف تتواصل مع الناس اللي حواليك، اقدر اقول لك ان مشروعك هينجح او ان الفكره بتاعتك هتنجح او انت كشخص هتنجح. فمن اهم الحاجات اللي تشتغل عليها هي الكوميونيكيشن. لو ما تعرفش تتعامل مع بشر، لازم تتعلم ازاي تتعامل مع بشر. لو ما فيش اصلا بشر يساعدوك، لازم تعرف تاخد وتدي مع نفسك. لازم تكون صريح مع نفسك، ولازم تبقى عارف مشاكل نفسك، ولازم تقسو على نفسك في بعض الاوقات، وتحن على نفسك في بعض الاوقات، وتقوم نفسك كل يوم ان هي تشتغل وتصحى تاني. فلو جيت بصيت اصلا على اهم مهارة لازم تكون موجودة، هي التفاوض. لان حتى لو انت جيت تعدي الشارع، انت بتتفاوض بين العربيه والتانيه يعني حتى تكنيكلي لو انت بتتعدي الشارع، انت عمال تتفاوض مع العربيه، مين اللي هيعدي الاول، انا ولا العربيه؟ فمن اهم الحاجات هي اللي لازم تتعلمها، وهي الحاجه اللي هتفرق معاك جدا في حياتك، هي التواصل والتفاوض. وعلى مدار 3 سنين من الاستشارات، طورت الاستشارات بتاعتي باكتر من مرحله واكتر من طريقه. لقيت ايه يا معلم؟ لقيت ان افضل حاجه في الاستشاره هي ان انا ما اتكلمش. لان معظم الناس اللي بتيجي تاخد مني استشارات بيزنس اونرز جامدين جدا، وناس معاها فلوس كتيره جدا، وناس متعلمه في انظف الجامعات وانظف الشهادات وناس عندها مايند سيت جامده جدا. بس مشكلتهم ان مفيش حد بيسمعهم، مشكلتهم ان مفيش حد بيفهمهم. فلما بصيت على الموضوع، لقيت الكونسلتنت او الاستشاري دوره ان هو ما يقولش رايه. هو فاهم اللي بيجي لي، بيبقى فاهم يعني ايه فاينانشال ستيتمنتس، ويكون فاهم يعني ايه بزنس بلان، وفاهم يعني ايه بزنس موديل، وهو اللي بيقول لي البرايسنج استراتيجي بتاعته. بس هتلاقي كده في حاجه هو مش فاهمها. هو مش فاهمها ليه؟ لان هو ما بيعرفش ياخد ويدي مع نفسه، او ما عندوش الحد اللي يتكلم معاه. فلقيت ان اهم حاجه في دوري كمروان كاستشاري، ودوري كمان كواحد بيساعد الشركات، هو ان انا اسمع واتفرج. كل ما سمعت اكتر وكل ما اتفرجت اكتر، كل ما عرفت احل المشاكل. وانا جاي اقول لك المفتاح اللي انا بستخدمه في الكونسلتيشن، هي ان انا اسمع واركز، والكلام اللي يدخل ابقى سامعه ومركز فيه 100%. ما يبقاش مجرد كلام ماشي، كلام رايح كلام جاي، لا، انا سامع الكلام ولازم اكون مستوعبه. ومن الحاجات المهمة قوي اللي اتعلمتها علشان خاطر اسمع كتير من غير ما اتكلم، وان انا اركز على قد ما اقدر في ان انا افهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه، هي ان انا ابين نفسي دايما ان انا اغبى واحد في الاوضه. مش شرط اكون اذكى واحد، مش شرط اكون احسن واحد. كل ما كان عندك القدره على ان انت تنكر ذاتك وتحس ان انت ما اتعلمتش اي حاجه، كل ما كانت نسبه نجاحك من الحاجه اللي انت عايزها بقت احسن وافضل. كل ما قدرت تبص وتسمع وتفهم اللي حواليك، كل ما قدرت تكون اكتر طرف مستفاد وكسبان في القصه.
كل ما كنت عارف تدير التفاوض وكل ما كنت قادر على التواصل مع كل الناس اللي حواليك، كل ما كان نسبة كفاءتك أعلى بكتير جدا. عشان كده دايما اللعيب المميز هو اللعيب اللي بيعرف يعمل سكان للملعب، مش اللعيب اللي بيعرف يستلم الكرة حلو ويقعد يرقص وبتاع، لا، اللعيب اللي بيعرف يبص يمين وشمال يمين وشمال، زي ميسي كده يقعد يبص يمين وشمال يمين وشمال، هوب استلم الكرة، هوب خد الديسيجن. هي دي الفكرة. كل ما كان عندك القدرة على استيعاب كل حاجة حواليك، كل ما كان كفاءتك هتزيد أحسن وهتبقى أعلى. ودي كان الفيديو ده فكرته بشكل عام هي إن أنا جاي أقول لكم إحنا محتاجين نسمع بعض، محدش محتاج يتكلم، محدش محتاج يسمع إن هو يثبت لأي طرف إن هو الأحسن أو إن هو الأفضل. مفيش حد، فطرة إنسانية وهي حاجة طبيعية جدا إن الإنسان بيحب يبان إن هو الأذكى. فكل ما كان عندك القدرة على إن أنت تبين الناس اللي حواليك إن أنت عادي يا عم أنت الأذكى صباح الفل، كل ما كان قدرتك على إن أنت تكسب الآخرين وإن أنت تكسب في التفاوض وإن أنت تكسب في العلاقات وإن أنت تفيد الناس اللي حواليك أعلى بكتير، وبقى عندك كفاءة مهنية وعلمية وعملية عالية جدا. الفيديو ده تقريبا دخل في ال7 دقايق علشان بحاول أفهمك مدى أهمية التواصل ومدى أهمية إن أنت تسمع كل اللي حواليك. يا سيدي لو أنت مش عايز تسمع اللي حواليك علشان نفسك، اسمع اللي حواليك علشان، لأن كل ما قدرت إن أنت تسمع الطرف الآخر في الحوار أو في الحديث أو في أي علاقة ليها علاقة سواء كان شراكة أو أيا كان، كل ما كان عندك القدرة على إن أنت تريح بالهم وتريح تفكيرهم، وهم هتلاقيهم لوحدهم بدأوا يسمعوا للحاجة اللي أنت بتقولها، لأن الكلمة اللي أنت بتقولها جت بعد سمع وفهمان كتيرة جدا، فالكلمة بتاعتك بتكون أقيم بكتير من كلامك وأنت عمال بلا 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 بلا. معظم الفيديوز بتاعتي بحاول ان انا اخدها وان شوت، بس لقيت نفسي الافضل ان انا افكر في اللي انا هقوله واسمعني واقول انا عايز اوصل لايه في الاخر. من هنا كفاءة الفيديوز بتاعتي بدأت تتغير. فدايما لما تيجي تبص للموضوع ان اساس التواصل هو السكوت واستيعاب كل حاجة حواليك، وتحاول ان انت تقول الحاجة اللي تكون فعالة، ولو ما عندكش الحاجة اللي تكون فعالة ما تتكلمش افضل. وده فيديو على السريع، مش عارف اسميه فلوج ولا ايه، بس الفيديو ده ممكن الناس ترجع له لما تشهر.